فتنة القبر وعذابه ونعيمه. ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر. الفتنة غير العذاب والنعيم، اختبار. وبعذاب القبر ونعيمه، وذلك أن بين الموت الذي تنتهي به الحياة وبين البعث اللي هي بيسموها فترة البرزخ، الحياة البرزخية، تبتدئ به الحياة الثانية. يا ليتني قدمت، ده انت مت، عندك انت ان هو مات، هو ماتش. وبعبارة أخرى بين القيامة الصغرى وهي الموت والقيامة الكبرى وهي البعث، الحياة اللي هي البرزخية، فترة اللي هي الوقت جاء تسميتها في القرآن برزخا، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيه؟ مش ارجعني، بيعظموا زي ما يبقى لك عند واحد مصلحة وتقول له إيه؟ فخامتكم ودولتكم رب إيه؟ ارجعون. وتأدي فينا بقى الأدب بقى، ليه؟ لعلي أعمل صالحا. طب ده هو لسه ما ماتش، امال جاب الماضي ليه؟ المفروض الشيخ يقول له فيما هترك مش فيما تركت. طب هو قال الماضي ليه؟ لأنه هو عرف إنه مش هيرجع. طب لما عرف إنه مش هيرجع بيقول ليه؟ من هول ما يرى، من هول ما يرى. كلا إنها كلمة، بيقول للأحياء بقى كلا إنها كلمة هو قائلها، يا رب إيه؟ ارجعون. بيعرف الأحياء إن في الموقف ده هيقول رب ارجعون. ومن ورائهم اللي هو الدليل بقى برزخ، اللي هي بين القيامة الصغرى اللي هي الموت وبين البعث إلى يوم يبعثون. وطبعا البرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، بين الموت وبين البعث. سؤال الملكين اللي هو الفتنة بقى، عندنا فتنة وعذاب ونعيم. ويسمى بفتنة القبر، وهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان. وقد تواترت الأحاديث، تواتر يعني في كل طبقة من الطبقات فيه مجموعة استحال تواطؤهم على الكذب من أول السند لمنتهاه. يبقى الخبر ده هو مش عايز أقول لك عينه اليقين، أكثر شوية. أنت ممكن تشوف حاجة على غير حقيقتي، لا، قطعا وجزما قطعي الثبوت. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وقيل يفتنون. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ عندنا ناس هتنتقي فتنة القبر. من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، وهي من علامات حسن الخاتمة. 24 ساعة من غروب شمس مغرب الخميس إلى غروب شمس مغرب الجمعة، اللي يموت في اللحظة دي 24 ساعة دول من حسن الخاتمة. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وقاه الله فتنة القبر. وحجة من قال إنهم يسألون، المجانين والصغار، أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، كما ذكر مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قه عذاب القبر. واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة رضي الله عنها أنه مر عليها بجنازة صبي صغير فبكت، فقيل لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقولهم. انتبه بقى، اللي قال لا واللي قال ايوه. اللي قال لا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما تصلي على واحد صغير ما بلغش خليه يدعي له يكون فرط لابويه، وصلاه الجنازه عليه مستحبه وليست واجبه. يبقى لو كان بيعذب كانت اصبحت الصلاه واجبه. ده اللي قال ان هم ما يفتنوش. انتبه في كل واحد بيقول ودليله ايه. النبي قال صلى الله عليه واله وسلم: لما يموت واحد دون الحلم، طفل صغير، بعد ال40 الثالثه نفخ فيه الروح، لما تصلي عليه تدعي لمين؟ ما بتدعيلوش هو، بتدعي لمين؟ ان يكون فرة وفي ميزان حسنات ابويه. يبقى ده يعني هو لا يعذب في القبر. ده اللي قالوا لا يعذبوا. اللي قال يعذب الحديث كما سمعت.
والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة. طب طالما هيمتحن في الآخرة هيمتحن في الدنيا ليه؟ يبقى ده اللي قال ان الاطفال والمجانين ايه؟ لا يفتنون ولا يعذبون فين؟ في قبورهم، ويمتحنون مع اصحاب الفتره في يوم القيامه. اصحاب الفتره اللي هو بين النبي والنبي. احنا قلنا في الاسبوع اللي فات ان الرسول كان بينزل في مكان لقومه، واللي بعيد عن القوم ايه؟ ما بيبلغهمش الرساله، فهم معذورون اصحاب فتره. ارجح الاقوال هم والصغار والمجانين هيعملوا لهم ايه؟ يوم القيامه ايه؟ يمتحنون في عرصات يوم الايه؟ القيامه. واحتج من قال انهم لا يسالون بان السؤال انما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، واحنا عندنا التكليف بيبقى بعد الايه؟ البلوغ، ودول ما هماش ايه؟ مكلفون. فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ازاي؟ ما يعقلش، هيقولوا ما كنت تقول في هذا الرجل، يبقى زين هو ايه؟ هيسأل. ولو رد لي عقلي في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته. شو الكلام الجميل. طب هو رد عقله في العقل دلوقتي، بقى فاهم دلوقتي، طب واللي جابني دلوقتي؟ بس ده حجة اللي يقول لك هم ايه؟ وده الراجح، لا يفتنون ولا يسألون. واقوى الادلة ان النبي امر ان احنا ايه؟ نجعلهم فرط لمين؟ للاب، وليس واجب الصلاة ايه؟ عليهم، ولو كانوا يفتنون كانت اصبحت الصلاة عليهم ايه؟ واجبة. نعم. لا شايف في حق الطفل المسلمين، احنا بنتكلم عن المسلمين، لان لما قال ان اطفال المشركين في الجنة قال الله اعلم بما كانوا عاملون بالنسبة لاولاد الايه؟ الكفار. وهذا بخلاف امتحان في الآخرة، فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعته. شوف الآخرة بقى كله ياخد عقل والمجنون يفيق، وأصحاب الفترة خلاص أهو ربنا يبعث لهم إيه؟ رسول ويأمرهم بطاعته. واحد هيقول بعد ما ماتوا وعملوا وخلوا وصلوا وشافين كل حاجة هيحملهم إزاي؟ هو أخبر بكده يبقى نصدق، هيعم عنهم كل هذا الكلام وكانوا لسه في الدنيا. زي الانسان ما بيموت ان عاش 100 سنه يشوف كل اللي عمله وصوت وصوره ووقت. طب ازاي؟ اللي انضرب بصاروخ ولا انضرب في حاجه كده في جزء من الثانيه، حياته دي كلها تبان ايه؟ قدامه. كل حاجه تبان ايه؟ قدامه. يبقى لما يخبر لابد ان ايه؟ ان تصدق. هيبعت لهم يوم القيامه رسول ويامرهم بطاعته وعقولهم معهم، فمن اطاعه منهم نجا ومن عصاه ادخله الايه؟ النار. فذلك امتحان بامر يامرهم به يفعلونه ذلك الوقت، لا انه سؤال عن امر مضى لهم في الدنيا من طاعه وعصيان، كذلك الملكين كسؤال الملكين في القبر. واجابوا عن ادله الاولين ان هم قالوا هيفتنون ويعذبوا أو ينعموا. أما حديث أبو هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، وده أصعب حاجة بقى لنا جميعا، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكلنا مقصرون. الألباني عليه رحمة الله صحح 3 أحاديث. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه عند موته، ده الأول. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه في قبره، ده الثاني. والثالث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. يبقى عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. اللي عايز يشوف الدليل والكلام ويعيش مع الكلام الطيب خالص يقرأ أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله. أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله. ثم أجاب السؤال اللي احنا بنقوله كله، احنا ذنب عياله ايه؟ ذنب المجتمع ايه؟ هو هيتعذب ليه؟ قال الألباني يعذب بعمله. ازاي يا مولانا؟ وربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال انه قصر في تعليمه، هو عارف ان الكل شغال بهذا الكلام وما حذرهمش، فيعذب بتقصيره لتعليمه اياهم، يبقى ياخد الايه؟ يتعذب. طيب اللي ما يعرفش يقول ايه؟
ما سابش حاجه عليه رحمه الله. واحد فلاح ما يعرفش حاجه خالص، يقول يجمع عياله يقول كلمه واحده بس: يا اولادي انا لما اموت انا بريء مما برأ الله منه ورسوله. بس عملوا اي حاجه يبقى هو ايه؟ في حاجز بقى بينه وبينه، ملوش دعوه خالص. اما ما قالش فهو يعذب. مش بس كده، ده يعذب بالايه؟ باجتماع اهل الميت. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت وصنعة الطعام من النياحه، اللي هي بتعذب بها الايه؟ الميت. ان الميت لا يعذب بما نيح عليه. اجتماع الكراسي في نفس اليوم وتعالوا الناس عشان تستقبلوا زي ما انتم عارفين كده، الميت يعذب بيه. وذلك لما شفنا مشايخنا يجوا من على القبر على البيت على طول، خلاص جزاكم الله خير. وعلى المقابر انا سمعت مولانا اكثر من مره وفي غيري يقول: من اتى فقد عز ومن لم ياتي فقد عز وليبلغ الشاهد منكم الغائب ليس جالس في الكعبه في البيت. مرات عديدة اللي جه حضر الجنازه عز، واللي ما جاش عز، واللي يخبر الحاضر اللي غايب ان احنا في البيت مش عاملين ايه. هو خايف كده على مين؟ على الميت. خايف على مين؟ على الميت. بل تستدعي الناس عشان تدعي للميت، تصلي عليه. كانت في محاضره هنا مش عارف ادري هنا وفين كانت هذا الكلام، تستدعي الناس. يبقى حد مات على طول تبقى انت فاهم. انت ما تخليش حد يبكي عليه خالص. يبكي بالعين لكن الكلام والشق جلبيه والبتاع لا 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 خالص. يبكي ده رحمه، لكن دفن الرجل خلاص. العزاء مقتصر على تشييع الجنازه وتلم الكراسي. فاللي حضر منا الجنازه عند الحج عليه رحمه الله وعلى المسلمين اللي حضر منكم الجنازه شاف الناس كانت قد ايه. شاف الناس كانت قد ايه. كان على ما رحنا طلعنا لقينا معدينا واحنا نستلم من باب المسجد، هم في الصنور دفعوا وردوا على طول. راجعين شلنا الكراسي خلاص. دايما تبقى انت حريص على الميت بتاعك انزل الناس بمنزله القبور، لا تفرح ليهم ولا تزعل منهم. شوف الصح اللي ينفع الميت ايه. ولو عندك ميت وفي مسجد فيه ناس كتيره وناس زي حضراتكم كده نرجو فيها الخير، شيل الميت بتاعك وروح وديه هناك. يعني في الاعتكاف احد اقاربي مات، قلت لهم تاخدوا الجنازه تودوها عند الجامع الشيخ ابو عظيم. ازاي الناس هتقول ايه؟ تقول الناس تقول زي ما تقول، لكنه سمع الكلام من الوليه الطيبه وخدها وراح اداها للشيخ ابو عظيم. كانوا معتكفين، صلى على المعتكف. هتبقى انت حريص على الميت، تقضي دينه والناس تصلى عليه، وساعه ما رحت تدعي له، وبعد كده جزاكم الله خير، سعيكم مشكور، جزاك الله خير. انما قاعدين يسلموا على بعض وسايبين عشان اللي هيدعي هناك، وبوضبوا الاكل وعاملين الخيمه، ومن اللي يجيه ومن اللي راح زي ما انتم عارفين. كل هذا من جهل المسلمين بحق ميتهم عليهم. أجابوا عن أدلة الأولين. أما حديث أبو هريرة كما قلنا المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحد بلا ذنب وهو ما يعملش حاجة. بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عمله. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسفر قطعة من العذاب. فالعذاب أعم من العقوبة، ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يوقيه ذلك العذاب، والله أعلم. وزي ما علمتم أن الراجح أن الطفل والمجنون لا يعذبان في قبريهما. واختلفوا هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين؟ طب الكافر بقى هينسأل ايه؟ ينقال ازاي؟ هل السؤال بتاع القبر ده عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار او يختص بالمسلم والمنافق؟ فقيل يختص ذلك بالمسلم والمنافق دون الكافر الجاحد المبطل، وقيل السؤال في القبر عام للكافر والمسلم، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، واستثناء الكافر من هذا لا وجه له. واختلفوا هل السؤال في القبر مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها على ثلاثة أقوال. الأول أنه خاص بهذه الأمة، والثاني أن السؤال في القبر لهذه الأمة ولغيرها الكل يسأل، والثالث التوقف. صفة سؤال الملكين للميت على ما وردت به الأحاديث، هيسألوا يقولوا إيه؟ عازب كما تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه وإنه لا يسمع
قرع نعالهم، فتعاد روحه يعني الميت في جسده ويأتيه ملكان. وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وقال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين. وفي حديث آخر أتاه ملكان أسودان أزركان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي حديث في المسند وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، يؤتى بالعذاب. لما تسمع يؤتى الميت يبقى يؤتى بالعذاب. فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من عن يمينه، فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى من يساره، فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتي من قبل رجليه، يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبل مدخل. أهم حاجة في هذا أن الأشياء المعنوية تنقلب لأشياء حسية تكلمك وتدافع عنك وتجادل عنك وتجاحش عنك. الصلاة ده شيء معنوي، الصدقة ده شيء معنوي. الصدقة بتكلم الملكان اللي جايين بالعذاب، بتقول لهم ايه الصدقة؟ ليس قبل ايه؟ مدخل. يبقى الشيء المعنوي اللي انت بتعمله انقلب لايه؟ واكثرها عملك. لما يجي رجل الطيب كما تعلمون يقول له انا عملك الصالح ابشر، والثاني والعياذ بالله. يبقى الاشياء المعنويه بتنقلب لايه؟ لاشياء حسيه تكلمك وتسمعها وتصر بها. اسمع بقى اهم شيء بقى. فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد اخذت في الغروب، فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى اصلي، واعلم عليها بقى. وخد حاجه عندك في العقيده، المؤمن يصلي في قبره. المؤمن على من عندك كده، المؤمن ايه؟ يصلي في قبره. المؤمن يصلي في قبره. كيف؟ العلم فين؟ يبقى اول ما بنحط وهيجي يسالوه بالشمس فوق رجله قبل راسه، لحظه الغروب كده يغيب ان هو مات ويغيب ان هو في القبر ويغير الهم اللي كان قبل كده خالص كانه في الدنيا. يقول لهم ايه؟ دعوني كي ايه؟ كي اصلي. الدليل بقى ايه؟ بيقولوا له ايه؟ انك ستصلي. الملكان بيقولوا ايه؟ انك ستصلي. اخبرنا عما نسالك عنه الحديث. فهذه الاحاديث وبمعناها يدل على سؤال القبر.